بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة جريد 5، تعالوا مع بعض النهارده نحل week assessment week 9. question number 1 choose the correct answer في موديل E. question number 1 يا ولاد بيقول لي using the horizontal number line. شايف النمبر الجميل ده كده اسمه horizontal. تمام كده يا ولاد. بيقول لي the value of the distance between each two consecutive marks is. يعني ايه بقى كلمة two consecutive؟ يعني أنا عايزة أعرف إيه هي الديستانس ما بين كل داش من دي يا ولاد قد إيه؟ طيب أنا دلوقتي آدي الزيرو وآدي التو، يعني معنى كده من زيرو لون آدي كده خطوة، ومن 1 ل2 آدي كده إيه؟ خطوة. يبقى الديستانس ما بين كل داش وداش هي 1 مارك، هي 1، هي كام؟ 1. تمام كده يا ولاد. يبقى دلوقتي المسافة ما بين two consecutive mark، ادي دي مارك وادي المارك اللي بعدها. كلمة consecutive يعني ورا بعض، كلمة consecutive يعني ورا بعض. ادي التو مارك دول اللي ورا بعض ما بينهم قد ايه؟ ما بينهم 1. ادي 0 1 وبعد كده من 1 ل 2 وبعدين من 2 ل 3 وبعدين من 3 لكام؟ لل4. تمام كده يا شباب؟ يبقى ما بينهم 1. طيب question number 2 بيقول لي which of the following point lie on the y-axis. عايز أعرف أنهي order pair من دول موجودة على الواي axis. طيب احنا اتفقنا ان الاوردر بير ده أولي x وآخري كام؟ y. أولي x وآخري y. أولي x وآخري y. أولي x وآخري y. أنا عايز أعرف مين في دول موجودة على الواي axis. معنى إن هو يبقى موجود على الواي axis يعني لازم الاكس equal 0. ده الموضوع منتهي. معلومة لازم تاخدها أول ما يقول لي عايز الأوردر بير اللي لاي اون واي اكسس اللي موجود على الواي اكسس يبقى لازم الإكس تساوي كام؟ 0. فين هنا الإكس بيساوي 0؟ هل الإكس دي اللي هو أول نمبر عندي هل ده بيساوي 0؟ لا. بيساوي 0؟ لا. أنا لقيت الزيرو أهو يا ميس، يبقى هي الإجابة لتر سي. تمام كده يا شباب. تعالى معايا في السكند question number 1 بيقول لي a rectangle has a length of 1 and 1 of third centimeter and the width 1/3 centimeter. find the area. طيب حضرتك عايز تجيب الاريا. تمام كده. ايه بقى الرولز بتاعت الاريا بتاعت الريكتانجل؟ الرول بتاعت الريكتانجل هتقولي الاريا equal اللينث times الويدث. دي واخدينها يعني من سنة رابعة. طيب قانون الاريا بتاعي بيساوي يبقى اقول 1 and 1/3 times 1/3. طيب يا شباب اي ميكسد نمبر هحوله برافو عليك لامبروبر. يبقى انا هقول 1 times 3 واللي يطلع بلس ال1. 1 times 3 3 بلس ال1 equal 4. يبقى 4/3 times 1/3. وهتسأل نفسك سؤال، هل تقدر تعمل simplest form؟ ال1 وال3 لأ، وال4 وال3 لأ. خلاص يبقى أنا هاخد الجزء اللي فوق وأعمل له multiply. يبقى 1 times 4 وهنا 3 times 3 يبقى 4/9. تمام كده يا شباب. وبما إن دي سنتيمتر أكتب سنتيمتر سكوير. طيب ركز معايا بقى في question number 2 بيقول لي using the opposite coordinate plane. اتفقنا مع بعض إن الشكل ده يا ولاد اسمه coordinate plane، والنمبر لاين دوت اسمه x axis ده horizontal line، وعندي ال vertical line y axis. تمام كده يا شباب. فبيقول لي determine the order pair that represents the school. عايزين نكتب الاوردر بير بتاع السكول. اتفقنا مع بعض ان الاوردر بير عبارة عن براكت بيضم two numbers، الاولاني x والتاني y. طيب انا قلت لك ان انا مش شيماء اهو انا همشي في الشارع دوت. انا قلت لك اي حد يروح يزور حد في البيت بياخد منه رقمين، رقم العمارة ورقم الدور اللي ساكن فيه. فانا دلوقتي همشي في الشارع ادور على رقم العمارة اللي فيها السكول اهو. بصوا كده البوينت دي هنزل منها عند الاكس اشوفها بتشاور على كام في الاكس. فانا كده همشي في الشارع لغاية لما اوصل للعمارة رقم كام؟ 1.
تمام كده، واشوف بقى السكول دي في الدور الكام. هطلع الدور كام؟ 5. تمام كده، يبقى انا دلوقتي السكول بتاعتي الاكس بتاعتي بكام؟ ب1، وهطلع الدور الخامس. تمام كده، يبقى الاوردر بير بتاعي 1 و5. طيب بيقول لي بقى with your classmate plot the following point on the coordinate plane. انا عايزه ارسم على الكوردينيت بلين البوينت دي، وبعدين هعمل لها كونكت، هوصلها ببعضها واطلع النيم اللي عندي اسمه ايه، انهي شيء. طيب يعني المفروض ان انا هرسم البوينت A، طبعا ال2 دي اكس وال3 دي واي، البي دي اكس وال6 دي واي، ال5 اكس وال6 دي واي، وهكذا. عايزه اطلع الشكل دوت هيطلع شكل ازاي. طيب بص معايا بقى هنا، انا حضرت لك الكوردينيت بلين بتاعك. تمام كده يا شباب، وادي البوينت A 2 و 3، البي 2 و 6، والسي 5 و 6، والدي 5 و 3. طيب تعالى بقى معايا نحط البوينت بتاعتنا. تمام كده، ادي الاي 2 و 3، ادي كده همشي في الشارع ادور على نمبر 2 اهو، وهطلع للدور فوقيها بالظبط، اطلع للدور التالت. تمام كده، انا حطيت البوينت وهكتب عليها ايه. خلاص يا شباب. طيب هندور على البي، كده انا عملت الاي. تعال نعمل البي. البي 2 و 6، ادور على التو فين اهي، وهطلع فوقيها لغايه الدور السادس. خلاص كده، واكتب بي. طيب تعالى نعمل السي 5 و 6، امشي في الشارع وادور على نمبر 5 واطلع الدور 6. ادي السي. تعالى معايا في الدي 5 و 3، همشي في الشارع ادور على نمبر 5 واطلع الدور التالت اهو. اهم حاجه عندي ان انا اكتب البوينت واكتب الليتر بتاعي. طيب تعالى بقى نعمل كونكت، هنوصل الاي. طيب نصغر بس الاول اللاين بتاعنا. تمام كده. طيب يلا يا ولاد، هنطلع من الاي لغايه البي، ادي كده لاين. انا اظبطه لك اكتر. تمام كده. طيب تعالى نوصل البي بالسي. تمام كده، وبعدين هنوصل السي بالدي. تمام كده، وبعدين هنوصل سوري الاي بالدي. طيب يا شباب، طلع عندي شكل اسمه ايه؟ اسمه سكوير يا مس. شكله باين قوي، صح يا ولاد؟ يبقى انا هكتب كده الشيب طلع اسمه ايه؟ طلع اسمه سكوير. ليه بقى؟ عشان الاول سايد ايكوال انس. انت لو شفت الديستانس بين البي والسي هتلاقيهم كام سكوير؟ 3. ما بين السي ودي كام سكوير؟ 3. ما بين الدي والاي 1 2 3، كلهم 3، كلهم 3 يونتس. تمام كده، يبقى اذا الشيب اللي عندي دوت اسمه سكوير. تمام كده. طيب تعالى معايا نكمل النموذج بتاعنا. طيب لو انا دلوقتي عايزه اكتب الشيب هكتب كده اسمه سكوير. تعالى معايا في نموذج بي، نفس الكلام بيقولي using the horizontal number line the value of the distance between each two consecutive marks. عايز اعرف ما بين كل ماركس وماركس قد ايه. تعالى كده نشوف ما بين الزيرو والون. طيب من زيرو لكام؟ ما بين الزيرو والون في ايه يا ولاد؟ في عندي هاف، صح؟ وبعد كده الهاف للون، يبقى من زيرو لهاف انا عندي هاف، ومن هاف لون انا عندي كام؟ هاف. يبقى انا ما بين التو consecutive marks في عندي هاف سنتيمتر. تمام كده. طيب
question number 2 بيقول لي which of the following point lie on x axis. يا شباب اتفقنا مع بعض اللي موجود على الاكس اكسس الواي بتاعته بزيرو. نقول تاني اللي موجود على الاكس اكسس الواي بتاعته بزيرو. طيب مين بقى اللي الواي بزيرو؟ ده بص اول واحده اهي ادي الاكس وادي الواي بتاعتها بزيرو بقى انا هختار لتر اي. تعالى معايا في السكند بيقول لي عندي ريكتانجل اللينس بتاعه ب 2 1 اوفر 5 واللينس هنا 1 اوفر 5 عايزه الاريا فالاريا هتساوي اللينس ملتبلاي الويدث يبقى 2 and 5 times 1 over 5 equal 2 times 5 10 plus ال 1 11 يبقى 11 over ال 5 times 1 over ال 5 equal 11 times 1 11 و 5 times 5 equal 25. Question number 2 بيقول لي using the opposite coordinate plane determine the order pair represents school. نفس الكلام أنا عايزة أعرف الأوردر بير بتاعي بكام للسكول. الأولاني إكس والتاني واي. حضرتك هتنزل من البوينت ده بيربنديكولار على الستريت لاين. تمام كده؟ تنزل بيربنديكولار على الإكس أكسس أهو. البوينت دي بتشاور على مين في الإكس؟ بتشاور على 3 يا ميس. طيب والبوينت دي بتشاور على مين في الواي؟ بتشاور على ال1 يا ميس. يبقى هي 3 و1. ركز معايا في question number 3 نفس الكلام طالب مني الاوردر بير دي اعمل لها بلوت على الكوردينيت بلين وكمان اجيب له النيم بتاعي خلاص اوف ذا شيب. عايزين نعرف النيم اسمه ايه. تمام انا هجيب الكوردينيت بلين بتاعي وادي الاي ب 1 و1 البي ب 1 و4 والسي ب 3 و4. تعالى بقى مع بعض همشي في الشارع ادور على نمبر 1 وهطلع للدور الاول ادي كده البوينت بتاعتي وهكتب عليها ايه. تمام كده يا شباب. طب بكل بساطه ادي البي ادي كوردينيت بلين بتاعي الاكس خلاص ادور على ال1 وهطلع للدور الرابع فوق ال1 بالظبط اطلع لغايه نمبر 4 واكتب بي وبعدين السي همشي في الشارع ادور على نمبر 3 واطلع الدور الرابع اهو واكتب سي. حلو الكلام كلام جميل. وبعدين هبتدي او اعمل كونكت هوصل النمبر لاين بتاعي اهو. انا كده وصلت ال A بال B وبعدين ادي ال B بال C. تمام كده. بس عايزاها تتظبط. تمام كده يا شباب. وبعدين هنوصل بقى. طيب قولي بقى الشيب اللي طلع عندك ده اسمه ايه؟ ها طبعا طلع اسمه تراينجل يبقى انا هكتب له كده تراينجل. في اي مشكلة حبايبي؟ طيب تعالى معايا نكمل. طبعا هنكتب هنا تراينجل. تعال نركز معايا في موديل سي نفس الكلام عايزه الهوريزونتال نمبر لاين عايزه اعرف الديستانس بين التو consecutive ماركس كام. طيب من 0 ل 1 انا عندي 2 بوينت يعني هي متقسمه ل 1 2 3 يعني كل واحد فيهم 1 over 3. حلو الكلام. يبقى انا هختار 1 over 3. question number 2 ده مهم جدا جدا وعلى طول بيجي في امتحان الفاينل. بيقول لي الاكس اكسس والواي اكسس انترسكت يعني بيتقابلوا في بوينت هي المفروض اسمها اوريجين بوينت. الاوريجين بوينت دي الاوردر بير بتاعها بكام؟ بزيرو زيرو. الاوريجين بوينت الاوردر بير بتاعها بزيرو زيرو. السكند تعالى معايا في question number 1 بيقول لي عندي rectangle اللينس بتاعي ب 1 over 5 سنتيمتر and width 1 over 5 find the area. قانون الاريا بتاعي بيساوي اللينس multiply الويدث يبقى equal 1 and 1 over 5 times 1 over 5. طيب انا بقى هحول الميكس دوت لايه؟ شاطرين لامبروبر.
طيب يبقى 1 times 5 5 plus ال 1 equals 6 over 5 multiply 1 over 5 يبقى 1 times 6 6 over 25. حلو الكلام؟ كلام جميل. طالب مني الأوردر بير بتاع السكول، نفس الكلام هنزل كده اهوت بالقلم بتاعي واشوف هي بتبص على مين في الاكس، بتبص على الفايف، وهنا بتشاور على مين في الواي، بتبص على مين، على الثري. يبقى الاوردر بتاعي 5 and 3. اخر سؤال عندي نفس الكلام، جايب لي بوينت A و B و C و D، وطالب مني ان انا ارسمهم على الكوردينيت بلين واعمل ليهم كونكت واطلع النيم بكام، النيم اسمه ايه. تمام، انا هجيب الكوردينيت بلين وادي البوينت بتاعتي موجوده. طيب تعالى معايا نجيب اللون البلو ده. طيب الاي ب 3 و 2، انا همشي في الشارع ادور على نمبر 3 واطلع الدور التاني اهو، يبقى البوينت بتاعتي هكتب عندها ايه. طيب البي همشي في الشارع ادور على 3 واطلع الدور الخامس اهو، اهو ادي نمبر 5. يو المفروض ان انا اكتب بي. تمام، هكتب هنا اهو بي. بعدين السي 6 و 5، امشي في الشارع ادور على 6 واطلع الدور 5. بعد كده عندي ايه دي 6 و 2، ادي 6 واطلع الدور التاني اكتب 2. تمام كده، هي بس الفكرة كلها ان انا عايزة الليتر ده يبقى بره. معلش يا شباب انا هضطر بس ايه اعيدها من الاول. اكتب هنا ايه البي قلنا 3 و 5، ادي كده 3 وهطلع لغاية ال5، عشان لازم بصي يا ولاد الليتر يبقى من بره عشان اعرف ارسم الرسمة بتاعتي. السي 6 و 5، اكتب هنا السي وبعدين ال 6 و 2 ادي كده دي. طيب تعالى بقى نعمل كونكت ليها، ادي نعمل كونكت بتاعنا. يا ترى يا ولاد طلع شكله ايه؟ طلع ايه يا شباب؟ طلع طبعا سكوير. تمام كده، فانا هكتب له ان هو طلع سكوير. سهل جدا مفهوش اي مشكلة خالص. هكتب كده اهو هنا سكوير. تمام يا شباب، كده يا حبايبي نكون خلصنا ويك 9. اشوفكم على خير ويك 10.